به يهش. تقترب كل من وحيدة العين والمعطف النظير ولامعة العينين. ستحاول فصل الضعيف عن القوي. هناك عدة عضو في هذا القطيع وهي أهدافها المغرية. تحافظ وحيدة العين على طاقتها، لكن قربها يزعزع سكينة قطيع الثيران. ترص ثيران المسك صفوفها محيطة بالعجول الضعيفة وفق استراتيجية دفاعية تعرف باسم الوردة. تعد ثيران المسك وحيتان العنبر ضمن الكائنات الوحيدة على الأرض التي تتصرف بهذه الطريقة. تبقي الوشاح الأبيض صغارها آمنة بعيدا، تقوم من الخلف وتشارك فقط عند الحاجة، مثل الآن. ينفصل ثوران ضخمان لاتخاذ وضعية جديدة، وتجد لامعة العينين في ذلك فرصتها. هذان الخصمان التاريخيان متكافئان بالقوة، وهذا القطيع قوي ولن يستسلم دون قتال. لم يتناول قطيع ذئاب البحيرة المضلعة اللحم الطازج منذ ما يزيد عن أسبوع. مشط مئات الكيلومترات بحثا عن ثيران المسك. تعد المطاردة جهدا منظما لكشف الفرد الضعيف. الرعب يولد الفوضى. عيشي. تتابع صغار القطيع باهتمام وتتعلم. تنقض وحيدة العين على أنف العجل مصارعة إياه حتى تخضع. تعبق الريح برائحة الدم. تحذر الوشاح الأبيض أحد الصغار المتحمسين دافعة إياه للخلف لمعرفتها باستمرار المعركة.